بتقدرش تقعد 5 ساعات على المذاكرة، عندك عدم قبول للمذاكرة، لو قعدت نص ساعة او ساعة بتحس ان الدنيا خلاص هتقوم، ده انت ما كنتش بتوصل لهم، تحس ان انت اصلا بعدها زهقان ومش طايق الكتاب. هقولك على حاجات لو عملتها وهيأتها لنفسك هتقدر ان انت تذاكر مش ل5 ساعات بس، لا ده انت هتذاكر لاكتر من 8 ساعات كمان. ال5 حاجات دول لو مشيت عليهم بالظبط الشهر ده بس هيفرق معاك تماما في المذاكرة. هتقدر تلم كل اللي واقع منك، هتقدر تحل شامل، هتقدر تراجع، هتقدر تخلص، مش نص ساعة والعب وساعة واجري وساعة ومعملش اللي ورايا. 5 حاجات دول هيغيروك تماما. يلا نبدأ ونشوف ايه ال5 حاجات دول، وهتمشي بيهم ازاي، وهتقدر تمشي عليهم ازاي. يلا نشوف. اول حاجة لازم تكون في احسن حالاتك الظاهرية والنفسية. طب انا حالتي اصلا متبهدله وحالتي النفسيه تحت الصفر، ده انا طاقتي خلصانه، معادش فيه شغف، معادش فيه اي حاجه للوقت ده. حالتي الظاهريه زي ما انت شايفه، ببقى قاعد بذاكر بشد في شعري مساله فيزياء او من حفظ صفحه تاريخ او من حفظ معلومه او حل مساله رياضه، كل ده بيجنني. طب اعمل ايه؟ حسن هيئتك الظاهريه، النفسيه هتتحسن. طب ازاي هعمل حالتي الظاهريه؟ ده انا اصلا مش طايق حد. جرب كده تكون بتذاكر وانت واخد شاور قبلها، خد شاور او توضى، يعني مش لازم تكون واخد شاور، على الاقل تكون متوضي، على الاقل ان انت خلاص هتعمل اللي عليك وانت في احسن صورة ليك، لابس حاجة جديدة، مش حاجة انت كنت نايم فيها وهتصحى من النوم تذاكر، لا ده كده غلط. طب جرب كده بقى بعد ما تكون في احسن صورة ليك وحاطط برفيوم في احسن حالة ليك تذاكر، هتلاقيك حابب المادة جدا، هتلاقيك حابب ان انت تذاكر وتعرف معلومات اكتر واكتر، هتلاقيك حاسس ان في كده جو منعش او في حاجة جديدة كده. خلاص وانت بتذاكر في احسن صورة ليك او في احسن حالاتك النفسية، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك، وانت مجرد ما الظاهرية ظبطت خلاص النفسية ظبطت وكل حاجة ظبطت معاك، هتلاقي نفسك حابب ده. طب تاني حاجة بقى، بعد ما خلاص حالة الظاهرية بقت كويسة والنفسية بقت احسن حاجة، قبل ما تبدأ صلي ركعتين قضاء حاجة. هصلي ركعتين قضاء حاجة دول هيختلفوا معاك تماما، صليهم بعد كده هتبدأ مذاكرة. طب ايه الفايدة اللي عايدة عليا من ركعتين قضاء حاجة او ان انا هصلي؟ طب انا ليه هصلي قضاء حاجة اصلا؟ وانت بتصلي ادعي ربنا، ركعتين القضاء الحاجة دول هيقلبوا اليوم بتاعك، هيغيروك تماما من شخص مش طايق الكتاب لشخص حابب ان هو يذاكر، لان انت خليت ربنا هو الشاهد الوحيد على مذاكرتك دي، خليت فيه كده حاجة ما بينك وما بين ربنا، ان انت تذاكر، ان انت تكمل، ان انت تستمر. انت عارف ان مهما كانت كفاءتك الذهنية او العلمية مستحيل هتحصل اي معلومة بدون توفيق ربنا، لان ربنا هو اللي بيديك المعلومات دي، ربنا هو اللي بيديك اصلا التركيز لده، يهب لمن يشاء. يعني ربنا فوق كل حاجة، طالما في ما بينك وما بين ربنا حاجة كده لله، والله ربنا هيقف معاك وهيجبرك. ادعي ربنا بكل حاجة انت عايزها، ادعي في كل صلاة ان ربنا يوفقك ويجبر بخاطرك ويفرح قلبك وقلب اهلك وقلب كل حبايبك. في كل صلاة في كل سجدة ادعي ربنا، ربنا هيقف معاك، ربنا هيجبرك. ربنا اصلا قايل في القرآن ادعوني استجب لكم، يعني هو اللي قالك ادعيلي ادعيني انا هستجيب ليك، بس ادعي، ادعي بكل اللي في قلبك، ادعي بكل اللي انت محتاجه، ادعي بكل اللي انت عايزه. يبقى اول ما تصلي ركعتين قضاء حاجة هتحس ان نفسيتك اتحسنت شوية، هتحس ان انت بقيت احسن من الاول، هتحس ان انت بقيت فريش كده وحاسس ان الدنيا بقت بسيطة وواضحة. كل حاجة فيها ربنا، كل حاجة ربنا شريك فيها والله ما بتخسرش. ربنا بياخدك من ايدك لطريق تاني خالص، بعد ما كنت شايف ان انت بتضيع وشايف ان انت مش قادر تكمل مش قادر توصل، ربنا هيقف معاك وهيجبرك وهيساعدك وهيوفقك وهيجبر بخاطرك وهيفرح قلبك. ربنا دايما فوق الكل، يعني المعلومات دي ما هي مش هتيجي غير بتوفيق ربنا، مش هتثبت غير بتوفيق ربنا. فانت لما تطلب من ربنا ان ربنا يبارك ليك في الشوية اللي انت هتذاكرهم دول، يا رب انا عايزه استثمر الوقت ده، يا رب انا عايز الفايده تعود عليا في الوقت ده، يا رب انا محتاج للماده العلميه دي مش عشان خاطري، علشان خاطر اهلي،
هما تعبوا كتير علشاني، انا لازم افرحهم. يا رب انا محتاج للوقت ده، يا رب ساعدني ان انا اوصل، ساعدني ان انا اكمل، ساعدني ان انا احقق. انت كل ده بتدعي ربنا. ايوه ادعي ربنا كتير خالص. انت ليك طلب عند ربنا، انت في حاجة محتاجها من ربنا، انت في حاجة عايز توصلها ومش هتوصلها غير بتوفيق ربنا. تعالوا بقى نشوف تالت حاجة كده. ابدأ بحاجة فيها بركة. طب ايه اللي فيه بركة؟ ابدأ ب5 دقايق من القرآن الكريم. يعني اقرأ، لو هتقرأ ايتين 3 4، خلي فيه 5 دقايق كده في البداية تقرأ. يعني لو انت بدأت مثلا، انت الصفحة مش هتاخد معاك 5 دقايق عامة، ده انت لو بتقرأ بالراحة الصفحة هتخلص على طول. صفحة واحدة هتخليك تذاكر لمدة ساعة كاملة بدون ما تحس ان انت مشتت. ان انت كده بتبقى خلاص طردت الشيطان من حواليك، واللي حاضر معاك الملايكة. انت حاضر محاوطك ملايكة بتساعدك ان انت تذاكر. وانت على فكرة المذاكرة دي بتاخد عليها ثواب طلب العلم، والثواب بتاع طلب العلم كبير. يعني انت وانت بتذاكر كده بتاخد حسنات. تخيل بقى انت بتاخد حسنات وفي ملايكة حواليك بتساعدك على ده. طب انا عندي فكرة احلى، ليه ما تبدأش ختم القرآن في الفترة دي؟ يعني في شهر زي ما انت كنت بتختمه في رمضان، علشان احنا في رمضان، اختمه بنية ان ربنا يوفقك. ابدأ خلاص مع اول يوم هتبدأ فيه من شهر 5. احنا خلاص في اخر 4 وبنكتب نهايات 4. لو بدأت من دلوقتي، بدأت من بعدين، ابدأ كل يوم صفحة، او كل يوم صفحتين، او كل يوم 3. واحد كويس جدا في ده هيقرأ كل يوم جزء، يخلي ده ورد قرآن كل يوم، يخلي ده حاجة ملازماه، يخلي ان هو بيعمل ده عشان ربنا يوفقه، يخلي النية بتاعت قراءة القرآن ان ربنا يبارك ليه في الوقت ده، ان ربنا يساعده في الوقت ده. فانت لو بدأت مرحلة ختم القرآن في الفترة دي، انت كده بتبقى بتاخد ثواب ان انت بتقرأ قرآن، بتاخد ثواب طلب العلم، وده بيساعد ده او ده بيكمل ده. يعني القرآن بيساعدك ان انت تذاكر لان هو بيطرد الشيطان من حواليك، فربنا بيبارك لك في الوقت بتاعك. طب نيجي بقى لرابع حاجة. ابدأ بالمادة السهلة، ابدأ بالحاجة اللي انت شايف نفسك كويس فيها، ابدأ بالحاجة اللي انت هتقدر عليها. ما انا مجيش واحد بكره الكيمياء وابدأ بالكيمياء، مجيش واحدة بتكره التاريخ وتبدأ بالتاريخ. ده انت كده بتعقد نفسك رسميا وبتتقفل من كل المذاكرة. لا، ابدأ بمادة سهلة، ابدأ بمادة بسيطة. بعد ما انت خلاص قرأت قرآن، ابدأ بمادة كده حلوة بتخلصها حاسس انك انت فاهمها، او انت اصلا فاهمها وبتقدر تحل فيها. فمعلومة هتجيب معلومة، معلومة هتجيب معلومة، فالدنيا هتبقى بسيطة جدا. ابدأ بالسهل عشان يحسن من روحك المعنوية. كل ما تبدأ بحاجة انت فاهمها، حاسس نفسك شاطر فيها، حاسس نفسك ذكي فيها، حاسس نفسك ان انت بتقدر تلم اكبر قدر منها في اقل وقت، كل ده بيساعدك نفسيا ان انت تبقى كويس. ابدأ بالحاجات اللي هتعين نفسك عليك. يعني ما تبدأش بالصعب وتقول اصل الصعب هيخلص بسرعة واحاول انجزه واصل بياخد وقت كبير. لا، ابدأ بالصعب بعد كده السهل. ابدأ بالحاجة اللي هتعينك على الحاجة اللي بعدها. ابدأ بالأمور الميسرة ليك علشان تعين نفسك على الصعب عليك والمعقدة عليك. ابدأ بالحاجة البسيطة وبعد كده الحاجة الأصعب. انت واحد بتحب مثلا الفرنش، ابدأ بيه، بعد كده ذاكر بعد فرع رياضة. بتحب مثلا الفيزياء، ابدأ بيها. بتكره الكيمياء، ابدأها بعدها. ما بتحبش فرع من الرياضة وبتحب التاني، ابدأ السهل وبعد كده الصعب. ابدأ بالحاجة الميسرة بعد كده الحاجة المعقدة. كل ده هيساعدك نفسيا ان انت تستمر في المذاكرة، هيحسن من نفسيتك ان انت تقدر تكمل، ان انت تقدر توصل، ان انت تقدر تحقق. انت هتبقى قاعد بدل ال5 ساعات هتقعد فوق ال8 ساعات على المذاكرة، ومش صعب جدا ان انت تقدر تلم، مش صعب ان انت تقدر توصل. لا، كل حاجة سهلة بالمذاكرة، بس لما يكون نفسيتك كويسة اكتر ان انت تقدر تكمل، ان انت تقدر توصل لده. خامس حاجة بقى واخر حاجة، اياك ثم اياك ثم اياك ثم اياك الشيطان يضحك عليك. كل ده اياك، الشيطان بيضحك عليك. انت خلاص عملت جدول وكتبته وحطيت فيه المواد وعرفت انت هتبدأ ايه الاول وهتبدأ ايه بعده، وحددت امورك. وانا هصحى من الساعة 4 عشان اذاكر، هصلي واقرأ قرآن واذاكر وابقى كويس، وخلاص رسمت جدولك. ده انا لو مشيت على الجدول ده بكره مفيش احسن مني، ده انا لو عملت كذا مفيش اكتر مني. انت هتصحى وهتصلي وهتقرا قران بس مش هتذاكر. الشيطان بيبقى عارف هيدخل لك ازاي وهيوقعك ازاي، يعني بيبقى عارف الجدول بتاعك ده كله هيتفركش ازاي. طب انت لو قرأت قرآن، ما انت كده بتبعد الشياطين من حواليك، فعلشان كده قلت لك ابدأ بحاجة فيها بركة. طب تمام،
الشيطان هيدخلك ازاي بقى؟ انت هتبقى خلاص هتبدأ تذاكر اهو، اصلا انا الجزئية دي ما فهمتهاش، الجزئية دي انا ما كنتش حضرتها في الدرس، لا 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 ده انا كنت، ده المستر ما شرحش الجزئية دي، ده فاتته. طب انا هدخل اشوفها على اليوتيوب علشان يمكن حد شرحها او حد قايلها بطريقة احسن. خلاص جبت الفون علشان افتحه علشان اشوف الجزئية اللي انا رايحة ادور عليها، لقيت مسج من الواتساب، ولقيت فيديو حلو على الفيس، ولقيت حد حاطط ستوري على الانستا. كل ده تضييع للوقت، كل ده اهو في وقت بيطير وبيعدي اهو. ده انا كنت اصلا هشوف الفيديو، هينفع ما اشوفش الفيديو؟ لا، اما راح اشوفه بقى الاول. خلاص رحت افتح اليوتيوب عشان تشوف الفيديو، كتبت اسم الدرس وعملت سيرش وطلع لك دروس كتير. هشوف 5 دقايق من ده؟ لا لا لا، دقيقتين، لا دقيقة، لا 5 دقايق، لا بسرعة، لا ده انا هخلص، لا لا ولا ولا، دول بيعدوا ال5 ساعات. طار 5 ساعات اللي انت اصلا كنت قايل ان انت هتذاكر فيهم، دول طاروا بدون لسه مذاكرة. كل ده عشان تفهم جزئية، انت اصلا ما فهمتش الجزئية، انت اصلا ما تعرفش لسه الجزئية بتقول ايه ولا محتاجة، انت اصلا لسه ما فهمتش الجزئية، لسه ما تعرفش هي بتقول ايه. انت ضيعت 5 ساعات وفي 5 ساعات طاروا، بس انت لسه ما تعرفش الحتة دي اصلا شرحها ايه، ولا انت هتذاكرها ازاي، ولا ان انت فهمتها. طب ليه كل ده؟ طب ما نقفل باب الشيطان بقى من الاول ونعمل الفون وضع طيران، او نجيب في كذا ابلكيشن بيقفل الفون اصلا، نخلصه ونقفل الفون ونبعده عننا تماما بره الاوضه اللي انت بتذاكر فيها. الفون يبقى على الشاحن او مش على الشاحن، بس بعيد عنك، بعيد عن مكان المذاكره. خلاص الفون اتقفل. طب انا بقى في حته مش فاهمها، لازم افتح الفون حالا. اوعى تفتح الفون، هات كشكول جنبك هتكتب فيه النقط اللي انت مش فاهمها. ما انت مش هتقضي حياتك كلها على المذاكره ومش هتقوم تمسك الفون، ده انت طبيعي هتمسك الفون. ومش هقول لك اقفله على طول، ولا اقفله مثلا اسبوع وخد يوم اجازه، انت اوريدي هتفتحه في يوم. اصلا انا ممكن اكلم حد، والحد ده ممكن تفتح بعدها شات وتتكلم ساعه 2. طب ما انت بقى تخلي الكشكول تكتب فيه الجزئيات اللي واقفه عليك. انا واقف عليا جزئيه كذا في صفحه الكيمياء كذا في باب كذا، تحدد. طب واقف عليا الفيزياء الجزئيه دي، لا واقف عليا في الرياضه في الجبر الجزئيه دي، لا في تطبيقيه، لا في حساب مثلثات، لا في هندسه، سوري مفيش حساب مثلثات، لا في هندسه، لا في تفاضل، لا في تكامل. كل ده هتكتبه في الكشكول، كل ده هتكتب نقطه كذا صفحه كذا، نقطه كذا صفحه كذا، نقطه كذا صفحه كذا. في الوقت بقى اللي انت ماسك فيه الفون، بدل ما تقعد بقى تتشات مع صاحبك وتتشاتي مع صاحبتك وتتكلمي وتشوفي فيديو لا، شوفي بقى الاجزاء اللي كانت واقعه منك. بتستغلي برضو ماسكه الفون وكل حاجه، بس بتستغلي الوقت ده صح، بدل ما وقت المذاكره بيضيع على الفيديوهات، لا تشوف الفيديوهات في وقت تاني، تشوف الفيديوهات في وقت خلاف كده. يعني انت بتشوفي حاجه مفيده في الوقت اللي انت ماسكه فيه الفون، ما منعتكيش من الفون في نفس خلاص انت هتشوف الجزئيه وهتشوف ايه اللي وقف معاك، وهتعرف ايه اللي انت المفروض هتراجعه في الوقت اللي انت بتلعب فيه. طب جرب تعمل كده لمده اسبوع، 7 ايام بس، شوفي الدنيا هتختلف معاك ازاي. بعد ما كان واحد ما بيقعدش نص ساعة او ساعة على الكتاب، واحد هيعدي 14 ساعة. يعني انا وريتكم سكرينات البنوتة اللي عدت 16 ساعة امبارح، واللي عدت 13 ساعة ونص، واللي عدى 14 ساعة. ناس كتير قدرت توصل، ناس كتير قدرت تعدي. الطريقة دي جربتها في الكامب مع ناس معينة، ولما قدروا ان هم يوصلوا بيها لساعات اكتر والوقت اطول، قلتها لكم ان انتوا تمشوا بيها انتوا كمان. الدنيا ابسط من كده كتير. خد الشهر ده بس ثانوية عامة، حسس نفسك ان انت مسؤول عن نفسك وعن مستقبلك وعن موادك وعن درجاتك وعن كل حاجة. محدش هيزعل علشانك غير نفسك، محدش هيهتم لأمرك غير نفسك. خلاص الشهر ده ثانوية عامة، الشهر ده هنبعد عن الناس، الشهر ده هيبقى معايا كتابي وبس. مستقبلي أهم، مستقبلي هو اللي هيحدد لي مصيري. الكتاب هو شهر هتعب فيه زيادة شوية شويتين 3، كنت مهمل من أول السنة، ضغطت على نفسي الشهر ده، هتلاقي اختلاف كبير، هتلاقي الدنيا ظبطت معاك، هتحس نتيجة التعب ده بعدين. طب انا واحد لسه هبدأ اصلا احس بنتيجة التعب ايه ده، انا ما تعبتش. لو تعبت الشهر ده جامد هتقدر ان انت تشتغل بعد كده. هتلاقي اللي تعب معاك من اول السنة ممكن يكون يوصل لعدد ساعات المذاكرة اللي انت اصلا بدأت بيها بشهر 5. يعني ممكن يكون كان بيذاكر ساعتين، انت بتذاكر دلوقتي 4 و5 و6 و7. هتقدر ان انت تعديه، هتقدر ان انت تنجز اكبر كم، هتقدر ان انت تحقق وقت اطول. يلا بسرعة انزل اكتب النصايح تحت في الكومنتات، عشان بعد 7 ايام هستنى منك ريبلاي على الكومنت بتاعك، تقول انت وصلت لايه وعملت لايه،
الناس اللي سألتني عن الكامب، سألتني عن كامب ال15 يوم، كامب ال21 حطيته كله في فيديو امبارح ان انت تقدر تمشي عليه كامل، مش ناقص حاجة. في يوم 8 ويوم 13 دول كانوا مراجعة عامة، ما كانش ليهم اي كامب، خلاف كده كله معاك. طب الناس اللي عايزة الكامب 15 يوم، الكامب ال15 يوم لسه بادئ، النهاردة كان تالت يوم. لو انت عايز تدخل فيه ابعتلي على التليجرام، هضيفك في الجروب عادي جدا، وهتقدر ان انت تشتغل معاهم. ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قولولي تحت في الكومنتات محتاجين ايه مني تاني ان انا اقوله لكم الفتره الجايه، وان انا انصحكم عليه، او ان انتوا تقدروا توصلوا بيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.